خطفت الأنظار في البرلمان من أول يوم. النائبة ريهام أبو الحسن، صدق أو لا تصدق، مش بس لأنها نائبة جديدة، لكن بسبب حضورها الرايق وأدائها الهادي للرأي والقسم، وده اللي خلى الناس كلها على السوشيال ميديا تتكلم عنها. الناس على فيسبوك وتويتر بدأت تنشر مقطع الفيديو اللي ظهرت فيه ريهام وهي بتؤدي اليمين الدستورية بطريقة راقية جدا. الكلام عن رقتها وأسلوبها في الكلام انتشر بسرعة. المتابعين كانوا معجبين بحضورها وثقتها بنفسها، وده خلى اسمها يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة. ريهام مش بس شكلها جذاب وحضورها مميز، ده كمان وراها قصة نجاح ومؤهلات جامدة. هي صيدلانية خريجة الجامعة الألمانية في القاهرة، واخدة بكالوريوس في الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية. بتشتغل دلوقتي كصيدلانية إكلينيكية ومجتمعية، عندها خبرة في إدارة المخاطر واليقظة الدوائية، وكمان خبيرة دوائية في مستشفى نسائم. يعني باختصار دماغها كمان زي قلبها. ريهام أبو الحسن جاية من عيلة ليها تاريخ سياسي واجتماعي كبير. هي بنت النائب السابق أبو الحسن رمضان، عضو مجلس الشورى الأسبق ورئيس رابطة أبناء قنا والأقصر. عيلتها معروفة بالعمل العام والعطاء للمجتمع، وده كان سبب كبير في دخولها البرلمان. هي قالت قبل كده إن دخولها المجلس مش بس وظيفة، ده امتداد لمسيرة العيلة، وهدفها تعلي صوت الست ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية، وكمان التركيز على القضايا الصحية والمجتمعية. لكن اللي شد الناس أكتر من مؤهلاتها هو رقتها الطبيعية، أسلوبها في الكلام، وحضورها اللي بيعكس شخصية هادية وعندها احترام للآخرين. وده خلى مش بس المتابعين لكن كمان زملائها في البرلمان يحترموها ويقدروها على كفاءتها ومهنيتها وروحها الإنسانية العالية. ريهام أبو الحسن دلوقتي بقت واحدة من النماذج الشابة الملهمة، سواء للشباب المهتم بالشأن العام أو لكل اللي بيشتغلوا في مجال الصحة والصيدلة، واللي بيمثلوا قد إيه الست ممكن يبقى ليها صوت قوي وتأثير كبير لو أتيحت لها الفرصة.